الأهلي يعود لسكة الانتصارات والزمالك يتعادل مع الجونة. الأهلي يعود للمركز الرابع بعد الفوز على حرس الحدود ب3-2 بفوز صعب جدا جدا، وركلة جزاء وهمية للنادي الأهلي من وجهة نظري. أما الناحية التانية فنادي الزمالك أنا غير راضي عن نادي الزمالك والأداء. ماشيين بأداء كويس، تيجي قدام الجونة ما كسبتوش، بالنسبة لي أنت ما عملتش أي حاجة. لو جيت كسبت الأهلي والله ما مرضي. بالنسبه لي ماتش الجونه زي ماتش الاهلي، ده ماتش ب3 نقط، انا مش رايح العب الاهلي في كاس او رايح اقابله في نهائي او حاجه. ماتش الاهلي زي ماتش الجونه، انا بالنسبه لي انت اتعادلت مع الجونه اكنك ما عملتش اي حاجه. هتروح تكسب الاهلي ولا عملت اي حاجه؟ الزمالك ب 17 نقطه في الصداره زي ما هو، وراه المصري ب 15 نقطه، وراه وادي دجله مركز ثالث ب 13 نقطه، مفاجاه الدوري وافضل فريق بيلعب كره في الدوري مع المدرب المحترم محمد الشيخ. والاهلي يعود مع حماد النحاس للفوز الثاني على التوالي، الاول على سيراميكا والثاني على حرس الحدود، ويبقى معاه 12 نقطة. الزمالك يعني انا مش عارف، يعني انت ليه مصمم تضايق الجمهور قبل كل لقاء قمة؟ تكسب دلوقتي الاهلي انت فارق عنه بماتش، ماشي، انت 8 ماتشات لعبهم، الاهلي لعب 7. الاهلي 12 نقطة وانت 17 نقطة. انت لو كنت كسبت كان زمانك معاك 19 نقطة، كان الاهلي هيجي يلعبك برضه، كان لسه بقى في فرق ماتش. مثلا كسبت الاهلي بقى معاك 22 نقطة والاهلي 12 نقطة، فرق 10 نقط. الاهلي لو كسب الماتش اللي هو فرق معاك بقى الفرق 7 نقط. ليه رجعت الاهلي تاني في الجيم؟ انت مصمم ليه؟ زمالك وادارة ولاعيبة. ماتش الجونة زي ماتش الاهلي، اكسب الجونة 2-3 عشان اروح للاهلي خايف مني. النهارده الاهلي اقسم بالله لو لاعب قدام عند حرس الحدود بيعرف يلعب كورة، اقسم بالله الاهلي يخسر النهارده 4 و5 مستريح، واللي يقولك غير كده كذاب. النهارده الاهلي سيء جدا، وجوان عادي، اقسم بالله اللي جونين داخلين في الاهلي لو جبت حارس مبتدئ هيصدهم. الشناوي وحش وشوبير وحش، الاهلي محتاج المنظومه كلها تتغير. بالمعنى الاصح اللعيبه دي شعبت. لما شفت انت السنه اللي فاتت امام عاشور لما كسب، حسين الشحات جه لما طلع في لقاء مع ابراهيم فايق قال لك امام عاشور كان عايز يحتفل لما خد افريقيا، فبيقول لهم انتوا ليه ما بتحتفلوش معايا وقاعدين في جناب ليه وساكتين؟ حسين الشحات قال له احنا شبعنا يا ابني، احنا واخدين 4 منها. فانت لاعب شبع خلاص، يعني بمعنى الاصح شبع البطولات. وياسر ابراهيم النهارده جاي يتخانق مع اللي بيسلم جائزة المباراة، بيقول له بتختاروه على أي أساس؟ يا عم أنت مالك؟ أنت جبت الجون وكسبت، يعني مش لازم هيديك رجل المباراة. وفي الأول وفي الآخر اللي بيختار رجل المباراة مش اتحاد كورة ولا حتى مراقب المباراة، اللي بيختار راجل المباراة استوديو التحليل بتاع أون. روح يا عم اعترض على الاستوديو، أنت جاي تعترض على مراقب المباراة؟ مراقب المباراة ماله؟ هيسجل البتاع وخلاص ويقول لك أنت راجل المباراة وشكرا على كده ويتصور معاك، غير كده بيعملش أي حاجة تاني. لكن الزمالك مش عاجبني خالص. ماشيين بسكه كويسه. تعادل احسن من، يعني انا بقول لك تعادل احسن من الخساره. تخيل، انا بقول لك تعادل احسن من الخساره. انت بتلعب افضل، وشوف كنت ممكن تخسر. اقسم بالله لولا العارضه النهارده نخسر، والاهلي لولا التحكيم يخسر. بس هي المجاملات بتمشي. نلعب بقى، نركز في الملعب شويه يا زمالك بقى. انا مش فاهم في ايه، يعني داخلين على ماتش قمه نركز في الملعب، ما نركزش مع ماتش القمه، نركز في ماتش الجونه اهم من ماتش القمه. لكن احنا مركزين في ماتش القمه قبل ماتش الجونه. حاجه غريبه وحاجه معتاده على طول من نادي الزمالك، قبل ماتش قمه لازم يزعل الجمهور. يا عالم هيصالحنا في ماتش في الاهلي القمه ولا يعمل ايه؟ بس انا بقول لكم انا مش هتصالح بماتش القمه. انا مش هتصالح خالص 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 بماتش القمه. تاخد دوري تصالحني، لانك معلش انت بتكسب مصري، بتكسب فرقه تقيله، وبتيجي عند جونه مقاولين دجله، انت اتعادلت مع جونه ومقاولين وخسرت من دجله. لا، حاجه غريبه، حاجه غريبه وحاجه تضايقك. يعني بتكسب فرق كبيره باداء كبير باداء متميز، وحاجه تضايقك لما بتخسر وتتعادل مع فرق صغيره. يعني معلش انا اجيب لك فرقه كبيره تلعبها طول الموسم؟ ما انا مش فاهم. انت لسه داخل في دوامه، لسه ما لعبتش كهرباء اسماعيليه، لسه ما لعبتش الاتحاد، لسه ما لعبتش فرق كتير بيراميدز، والاهلي جاي لك، يعني مش فاهم. انت الزمالك بيضيع فرص وبيضيع حاجات كتير، والزمالك لازم يركز في الماتش اللي جاي. خلاص ماتش صفحه واتقفلت، نكسب ماتش الاهلي ان شاء الله ونركز في اللي بعديه. عندنا غزل المحله، في المحله نركز
اقسم بالله تكسب الاهلي، تعمل ماتش عالي، تروح المحله تكسب، توقف دولي 20 يوم، ترجع تاني تلعب، اقسم بالله نرجع نبقى في حته كويسه. انا من وجهه نظري تكسب اهلي، تكسب غزل المحله، ضمنت الدوري بنسبه 70%. يعني لعبت تلعب من اخر 10 مطوشه. كويس ان انت يعني كويس ان احنا 8 مطوشه اهو، جايبين 17 نقطه، كويس جدا اقسم بالله، وانطلاقه كويسه. بس كان المفروض تضمنهم ال 24 نقطة كاملين. بس قدر الله ما شاء فعل. ما تنساش بقى يا حريف الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والكومنت الإيجابي، وما تنساش الدعم الإيجابي لإخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. سلام.